فيلمنا بيبدأ مع الضابط جون وهو ممسوك من عصابة بتقوم بأعمال غير شرعية وبيتم رميه للكلاب الشرسة علشان ياكلوه، ولكن بيطلع واحد صيني من العصابة وبيراهن إن جون هيكسب المعركة مع الكلاب. وقبل ما الكلاب تهجم على جون بيبدأ الراجل الصيني يضرب في العصابة وبيتقطع الماسك اللي على وشه، وبيبان إن الراجل الصيني هو الضابط ترنر زميل جون. وبيتم القبض على كل العصابة بفضل تنكر ترنر، وبيهنيه رئيس القسم بتاعه في مركز الشرطة وبيقول له إن هو عايزه في اجتماع مهم بخصوص المسجون ليستر واللي هرب من السجن. وبيتم إذاعة خبر هروب ليستر في الأخبار، وبتشوفه حبيبته شيري وبتقرر إنها تهرب لبيت جدتها لأنها متأكدة إن ليستر هيطاردها قريب، وبتتحرك على بيت جدتها ومعها ابنها تريند، وبيكون فعلا ليستر مراقب بيتها. وبيتم الاجتماع في مركز الشرطة وبيتكلم الرئيس عن ليستر إن هو من سنتين سرق 2 مليون دولار من البنك بعد ما قتل الأمن ومديره، وإن شيري حبيبته كانت شغالة في نفس البنك ولكن ساعتها ما كانش عليها أي اتهامات، واتقبض عليه واتسجن ولكنهم ما قدروش إن هم يوصلوا للفلوس. ومن 12 ساعة بس ليستر قدر إن هو يقتل دكتور السجن وهرب. وبيتم توزيع كل الضباط على معارف شيري وحبيبة ليستر، وبيكون تيرنر وجون مسؤولين عن مراقبة بيت جدة شيري، وبيفضلوا يراقبوا بيت الجدة من البيت اللي قدامها لحد ما بيلاقي إن كل الجيران متجمعين وجايين ناحية بيتهم علشان يهنوهم بانتقالهم وإن هم بقوا من جيرانهم الجدد. وبيلاقي تيرنر إن ده أنسب وقت إن هو يزرع أجهزة تنصت في بيت الجدة علشان يفضلوا سامعين كل اللي بيحصل جوه البيت. وبيحاول جون إن هو يماطل الجدة على قد ما يقدر على ما يخلص تيرنر اللي بيعمله، لكنه بيلاقي إن آثار رجليه في كل البيت ولازم يمسحها قبل ما الجدة تدخل وتكتشف إن في حد في بيتها. لكن الجدة بتضرب جون وبتدخل بيتها وبيستخبى تيرنر في الحمام، وبتجري الجدة من باب بيتها على الحمام على طول، وهو بيفضل مستخبي جوه غصبا عنه ومستحمل اللي سمعه واللي شمه لحد ما بيتسحب وبيرجع بيته من غير ما حد يكشفه. وبيجي الجدة تليفون في نص الليل من صاحبتها اللي بتطلب مساعدتها، وبتوافق الجدة انها تروح لها وانها تقعد عندها اسبوع او اكتر. وبيدخل جون وتيرنر بيت الجدة علشان يكملوا زرع للاجهزة في التليفونات الموجودة، ولكن بيجي تليفون من شيري وبرد عليها الجهاز الآلي، وبتقول شيري انها جاية في الطريق علشان تقعد عند الجدة فترة، ولكن بما انها ما ردتش هتكون مسافرة، وبكده هتكون عملية تيرنر فشلت لان مهمتهم هي مراقبة الجدة وشيري لحد ما يقبضوا على ليستر. وبيقرر تيرنر ان هو يرد على شيري وبيحاول انه يقلد صوت الجدة، وبيرحب ان شيري تيجي تقعد معاها براحتها. وبيقفل تيرنر السكة وبيقول لجون ان قدامهم شغل كتير يعملوه، وبيرجعوا بيتهم وبيجهزوا تنكر الجدة وبيحاولوا ان هم يوصلوا لنفس شكلها لحد ما بيجي تاني يوم وقت وصول شيري وترند بيت الجدة، وبتكون الجدة في استقبالهم وبترحب بيهم، وبتكون شيري قعدت فترة طويلة ما شافتش الجدة، وبيكون الفستان بتاع الجدة شابك في وسطها فبتعدله وبتدخلهم البيت. وبيحاول ترنر ان هو يعمل لهم الفطار وهو عمره ما سخن عيش لنفسه، وبياخد جون باله ان ماسك ترنر فك من خلال الكاميرات وهو لازم يلزقه قبل ما شيري تاخد بالها منه، وبيحاول انه يداري وشه باي حاجه لحد ما جون بيجيله وبيرمي له اللزق اللي هيستخدمه، ولكنه ما بيلحقش يستخدم اللزق وبيحط سلوتيب علشان يثبت الماسك مؤقتا، وبيولع الاكل اللي على النار وبيقدر ترنر ان هو يطفي الحريقه اللي حصلت قبل ما تمسك في البيت كله. وبيقدم لهم اكل شكله غريب على العشاء، وبيلاقي ان الباب بيخبط وبيطلع صاحب الجدة بينه وجاي علشان يزورها، وبيقول للجدة ان شكلها بيصغر كل يوم عن اللي قبله، وبيحاول ترنر ان هو يطرده بره البيت ويخليه يمشي علشان يرجع لشيري تاني. واثناء نوم الجدة بتلاقي شيري جات لها علشان تصحيها وبتقول لها في ناس عايزينها ضروري، وبيطلعوا لها بنتين وبيقولوا لها ان ريسا هتولد خلاص وعايزين مساعدتها فورا. وبتروح الجدة وما بتعرفش تعمل ايه في الموقف ده، وبيكون كل اللي حواليها طالبين منها انها تولد ريسا فورا، وبتطلب منهم الجدة ان هم يجيبوا ميه سخنه وفوط وكل ادوات المطبخ، وبتتعصب ريسا عليهم من اللي بيعملوه فيها وبتقول لهم ان هم مش بيقلوا فراخ دلوقتي وانها عايزه تولد حالا. وبيجي نولان اخو ريسا ويمكن ان هو يساعدهم في حاجه، وبتبدا الطفله تخرج وبتولد ريسا بنجاح، وبتوصل عربيه الاسعاف وبياخدوا ريسا والطفله علشان يطمنوا على صحه الطفله، وبتخرج الجده ترتاح من المجهود اللي عملته، وبتديها شيري السلسله بتاعتها علشان تبقى تذكار منها للجده لو بعدت عنها تاني، وبيطلعوا يناموا. وبيصحى ترنر تاني يوم وبكون الماسك بايظ ولازم ان هو يروح لجوني علشان يعدله، وبنط من الشباك ولكن اللبس بيتخلع منه بسبب الشجرة، وبيلاقي ان شيري بيتقرب منه وبيعمل نفسه ان هو بيصلح جرس البيت وان الجدة هي اللي اتصلت بيه علشان يصلحه، وبيتعرف على شيري وعلى ابنها ترند
وبيقدر إن هو يعدي الموقف وبياخد التنكر بتاعه علشان يرجع لجون تاني. وأثناء ما ترنر عند جون بيشوف شيري إنها رايحة تودي ترند تدريب السلة وعندها مشوار للمدينة، وبيلبس تنكره بسرعة وبيبقى الجدة وبيروح لها علشان يتحرك معاها ويراقبها عن قرب. ولكن بيظهر بين قدامهم وبيقول للجدة إنه عايز يديها هدية كان شايلها في الدولاب من سنين وقرر إنه يديها لها هي. وقبل ما تاخدها الجدة بيجي لها أصحابها وبيقولوا لها إنها كانت هتتأخر عن صف الدفاع عن النفس وإنه هو هيبدأ قريب جدا، وبياخدوها معاهم. وبيكون المدرب هو نولان أخو ريسا، وبيعمل واحدة فيهم بقسوة على أساس إنه هو هيدربهم صح، وبتتطوع جدا إنه هو يتدرب عليها أوضاع الدفاع عن النفس علشان ينتقم منه. وقبل ما يبدأ نولان تدريبه بتمسكه الجدة وبتضربه قدام كل الصف، ولكن نولان بيحاول إن هو يشد الجدة من شعرها وبتتخلع الباروكة في إيده. وقبل ما ترنر يشرح لهم إنه هو شرطي وإنه بيعمل كده لهدف معين، بيلاقي إن كل الجدات اللي حواليه قلعوا الباوريك بتاعتهم وبيقولوا لها إن التقدم في السن مش عيب، وبيتجمعوا كلهم علشان يضربوا نولان. وبتخرج الجدة مع شيري وبيرجعوا بيتهم، وبيكون جون خلص تفتيش في حاجات شيري وما لقاهاش مخبيه حاجة. وبيرجعوا البيت وبيلاقوا ترند مخلص التدريب بتاعه وقاعد متضايق، وبتحاول الجدة انها تقرب منه يمكن تعرف اي معلومات عن ليستر، وبقول لها ان هو اتعرض للتنمر من ولاد اكبر منه وطردوه من ملعب السلة. وبتقرر الجدة انها تروح معاه وتجيب له حقه علشان تكسب ثقته. وبتروح الجدة وبتتحدى الشباب في مباراة السلة، وبتبدأ الجدة انها تلعب واغلبية الموجودين في الجنينة بيتفرجوا عليها وهي بتكسب، وبتخبطهم بمنتهى السهولة وبيكسبوا الماتش. وبيكون نولان مراقبهم من بعيد بالصدفة وبيستغرب على رشاقة الجدة. وبيرجعوا البيت وبيحاول ترنر إن هو يقرب من شيري، وبيقابلهم هم رايحين يصطادوا وبيعزموا عليه إن هو يجي معاهم، وبقول لهم إن هو صياد محترف. وبيبان عكس كده تماما لدرجة إن هو بيقع على المركب وهو بيصطاد. وبيحاول ترنر إن هو يخلي شيري تحكي عن حبيبها السابق اللي هو ليستر، ولكنها بتكون متحفظة على سيرته جدا وما بتتكلمش عنه. وبيقضوا اليوم سوا، وبيكون نولان بيراقب بيت الجدة وبيشوف ترنر وهو خارج من بيتها للبيت اللي قدامها وبيهجم عليهم في بيتهم، وبيفتكروا ان هم قطعوا رجل الجدة ومعلقينها لحد ما ترنر بيفهموا المهمة اللي هم فيها. وبيجي تاني يوم وبتتحرك الجدة وشيري على الكنيسة، وبتكون الجدة هي اللي هتتكلم عن نفسها المرة دي، وبتختار الجدة انها تتكلم عن الذنوب والاسرار اللي بخبيها الانسان ورا ابتسامته وضحكه، وان هو لازم يختار شخص في حياته علشان يحكي له كل حاجة ويخليه يساعده. وبتكون قصد كلامها شيري يمكن تخليها تحكي لها او حتى تحكي لترنر اي حاجة عن ليستر وتدلهم عليه. وبيزيد حماسها خلال الخطبة بتاعتها، وبتفضل ترقص وبتخلي كل الموجودين يتساجموا معاها لحد ما بتخلص كلام وبيرجعوا على البيت. وبتحس الجدة ان في صوت جوه بيتها، وبتطلع المسدس وبتدخل البيت، وبتلاقي ان كل الحي عاملين لها حفلة مفاجأة ليها، وبتحاول انها تداري على المسدس اللي معاها ان هو للحماية بس. وبتكمل في حفلتها لحد ما بتحس ان في صوت خبط في اوضة ترند، وبتطلع علشان تطمن عليه، فبتلاقيه واقف فوق صندوق العابه علشان يروق دولابه، وبتقول له ان هو ينزل يساعد مامته لحد ما هي تروق له اوضته. وبتتخبط في صندوق الالعاب بتاعه، وبتلاقي ان في فلوس متشاله في الصندوق، وبتجي لها شيري علشان تسالها على حاجه في المطبخ. وبتحاول الجده انها تخلي شيري تعترف باي حاجه تكون في صالحها لحد ما الجده بتتضايق وبتقطع السلسله بتاعتها وترميها لها، وبتقول لها انها لقيت فلوس ليستر المسروقه في صندوق ترند. فبتقول لها شيري ان ليستر هو السبب وانها ملهاش ذنب وانها لازم تمشي فورا. وبتروح الجده وراها وبتترجاها انها تثق فيها وتقول لها اللي حصل. واخيرا بتتكلم شيري عن ليستر ان هو ضحك عليها علشان يسرق مفاتيح خزنه البنك اللي كانت شغاله فيه، وانها ملهاش علاقه بالسرقه ولا بفلوسه. وفي يوم ما راحت المدينه كانت عايزه تروح لوحدها علشان تجهز لها هديه عيد ميلادها، وكانت عباره عن برواز. والتليفون اللي عملته في المدينه كان لتجهيز حفله ميلادها للمفاجاه بس. وبيكون جون تحت بيراقب البيت، وبيلاقي الجده الحقيقيه رجعت من سفرها، وبيحاول ان هو يعطلها على قد ما يقدر، ولكنها بتصمم انها تدخل حفلتها. وبتلاقي انه كله جاهز لتقطيع التورته، وبتفرح ان كلهم متجمعين عشانها. وبتقول لهم الجده الحقيقيه انها تطلع تغير هدومها بسرعه وهتنزل لهم تاني، وبتسيبهم وبتطلع اوضتها. وبيخرج ترنر من الناحيه التانيه وهو متنكر بشكل الجده على اساس انها غيرت هدومها بسرعه. وبتدور شيري على ابنها وبتطلع له اوضته، وبتلاقي ان ليستر موجود معاه وبيهددها ان هم لازم يمشوا حالا من البيت. وبيحس ترنر في نفس الوقت ان شيري اختفت، وبيدور عليها بره البيت وبيقفل نولا باب البيت وراه على اساس ان هو الجده الحقيقيه وبيفضل بره. وبتنزل شيري علشان تودع الجده الحقيقيه،
واللي بتقول لها إنها مش عايزاها تمشي وإنها أول مرة تشوفها من فترة طويلة جدا. ولكن بياخد نولان باله إن ليستر معاه مسدس في جيبه، وبيطلع المسدس اللي معاه وبيهدده بيه، لكنه بيدوس على زرار الخزنة بالغلط وبتقع الخزنة من المسدس. وقبل ما ليستر يضرب النار على نولان بينط تيرنر من شباك البيت وهو متنكر في الجدة وبيقف جنبها، وكله بيستغرب إن الجدة في منها اتنين. وبيطلع جون مسدسه، ولكن ليستر بيكون أسرع منه وبيضربه في كتفه، وبيهجم تيرنر على ليستر وبيضربوا بعض لحد ما بيتخلع ماسك تيرنر في إيد ليستر. وبيقدر ليستر إن هو يوصل للمسدس تاني، لكن تيرنر بيضربه وبيطيره برا البيت وبيغمى عليه. وبتجي الشرطة وبيتم القبض على ليستر، وبيتنقل جون للمستشفى. وبترفض شيري إنها تسمع أي كلام من تيرنر لأنها اعتبرته إنه هو كذاب وكان بيخدعها، وبتقفل الباب في وشه. ولكن بعد فترة بقرر إنه هو يروح يكلمها في الكنيسة قدام الحي كله. وبيبدأ تيرنر إنه هو يكلم شيري إن كل مشاعره ناحيتها كانت حقيقية، وإنه هو كان بيدور على براءتها قبل إدانتها. وبتصدقه الجدة وبتقوم تحضنه، وبتسمح الجدة لشيري إنها تقوم تحضن تيرنر وتسامحه لأنه أنقذها وأنقذ ابنها من إيد ليستر. بس كده يا صديقي، وإلى هنا بينتهي فيلم النهاردة. سلام.